تخيل تبقى رايح تلعب وتكسب فلوس وفجأة تلاقي نفسك في بدلة مضحكة ماسك سلاح ومطارد من مجرمين، وكل ده في لعبة المفروض انها للمتعة. بس المشكلة انك لو خسرت مش هيجيلك جيم اوفر، بصراحة هتقابل وجه الكريم. يلا بينا نبدأ. في المستقبل القريب بيجي ل8 لاعبين رسائل غامضة بتدعوهم للمشاركة في لعبة جديدة اسمها الاتصال، واللي بتوعد بجائزة $100,000. طبعا الجشع بيكسب دايما، وكلهم بيروحوا على الدور ال25 في برج فخم كده في قلب المدينة. أول ما يوصلوا فجأة صوت روبوتي بيطلب منهم يسجلوا الدخول على جهاز لوحي، وبعدها بيطلب منهم يحطوا كل هدومهم وحاجاتهم الشخصية في الخزائن ويلبسوا بدلات غريبة كده بتلقط الحركة. وهنا آدم اللي حجمه مش صغير أبدا بيبدأ يتحول لمادة دسمة للتريقة، لأن البدلة شكلها هتفرقع عليه. في الوقت ده كارل بيكشف عن ندبة محترقة كبيرة على جسمه، وأندريا بيقول بثقة إنه كان جندي قبل كده وكأننا دخلنا فيلم حربي. فجأة بعد ما الكل بيجهز بيتم نقلهم أوتوماتيك لغرفة فيها ماسح ضوئي، والصوت الروبوتي بيديهم أوامر. أولا دوسوا على الماسح الضوئي وقولوا أسماء المستخدمين بتوعكم. بعد العملية دي بيستلموا معدات جديدة، وهي عبارة عن بدلة تقنية متطورة جدا بتلزق في العمود الفقري علشان الانغماس الكامل، حاجة VR كده من اللي بنشوفها في أفلام الخيال العلمي. المهم إن آدم مش مصدق وبيقول الحاجات دي كانت متاحة بس للأغنياء، إحنا إزاي وصلنا ليها؟ بس الحماس مش عند الكل، لأن الزاهد وهو راجل بوسني كان واخد لقب المجرم بسخرية، وما كانش عارف إن الاسم هيظهر على البدلة. أول ما شاف الكل شايفه حاول ينسحب، لكن الباب كان مقفول، واللاعبين حاولوا يطمنوه وقالوا له إنها حاجة تافهة، وبعد شوية تفكير قرر يكمل. الصوت الروبوتي بيعلن بدء وحدة التدريب، والكل بيقفل خوذته، وفجأة الغرفة بتتحول لعالم ما بعد النهاية. المنظر تحفة لدرجة إن بدلتهم اتحولت لأزياء عسكرية، والوشم اختفى، وبيحاولوا يلمسوا أي حاجة لكن إيديهم بتعدي من خلالها كأنها هولوجرام. في اللحظة دي بيظهر الرقيب، شخصية واقعية جدا بيبدأ يتعامل معاهم، بس في الحقيقة هو NPC، هو مجرد شخصية غير لاعبة، كأنهم مجندين جداد. بس أول ما حد بيحاول يلمسه بيكتشفوا إنه أصلا مش موجود في الغرفة، والمجموعة بتتبعه لقاعة تانية علشان يستلموا أسلحتهم، واللي في الواقع مش أكتر من مجسمات بلاستيك، لكنه بيطلب منهم يختبروها على أزايز. وهنا المفاجأة، الأسلحة بتدي رد فعل واقعي كأنها حقيقية. وبعد شوية تدريب الرقيب بيقرر يرفع مستوى الإثارة، فبيضرب النار على 2 منهم. بس الحكاية طلعت مجرد توتوريال، لأن السترات الواقية بتاعتهم رجعت تاني بعد ثواني، والرقيب بيشرح لهم إنهم لو اتضربوا مرة واحدة هيخسروا سترات الوقاية، ولو اتصابوا بعدها يبقى لازم يستخدموا حقنة مصل خاصة جدا. بس كل واحد معاه حقنة واحدة بس، يعني ليك فرصة واحدة بس. ودلوقتي اللعبة بدأت بجد. المهمة الأولى وهي تطهير المبنى من المجرمين والوصول للطابق الأرضي، وأي حد ينجح بياخد الجايزة الحقيقية في الحياة الواقعية. الرقيب بيختفي، وأندريا اللي شايف نفسه البطل بيتقدم لقيادة الفريق وبيقعد يرشدهم ازاي يفضلوا مختفيين. وهنا بيظهر أول عدو في الممر، بيفتح النار فجأة، الكل بيستخبى، لكن أندريا بيستغل خبرته وبيضربه طلقة مباشرة. فالصوت بيعلن إن المستوى 25 اكتمل، وإن كل النقاط راحت لأندريا، والكل بيبص بحقد خفيف. وهما بيطلعوا السلم بيلاقوا إن في آلي مكهرب هيصعق أي حد يهرب قبل ما يخلص المستوى، وهنا مفيش رجوع، لازم يكملوا. المجموعة بتدخل المستوى ال24 وبيلاقوا أسلحة متطورة أكتر، فبيبدأ أندريا يدربهم عليها، وبعدها بيخشوا الغرفة الرئيسية. ماركو بيقتل أول عدو يظهر، وده بيديله ثقة كبيرة، بيبدأ يجري ويتشقلب وبيستخدم أي حاجة تغطيه وهو بيقضي على الأعداء. أما آدم فبيخلص كل رصاصه من غير ما يصيب أي حد. في الآخر أندريا بيتدخل لكنه بيتصاب وبيخسر سترته. في الوقت ده تايلور بتجيلها نوبة هلع، وهنا المفاجأة، هي أصلا مش صاحبة الدعوة الأصلية، كانت جاية مكان صاحبتها اللي اعتذرت. بتحاول شيلي تهديها وبتفكرها ان دي مجرد لعبة، لكن لما بيجي دورها انها تضرب حد بتتردد، والعدو كان هيهجم عليهم لولا تدخل كارل اللي انقذهم، بس اتصاب وخسر سترته برضه. كارل بيقرر يستسلم، لكن قبل ما يرفع ايده العدو بيفاجئه وبيضربه تاني، وهنا بتبدأ الأحداث تخرج عن السيطرة. فجأة شيلي بتجري تضرب الراجل، وكارل بيفتح الخوذة بتاعته وهو بيشهق كأنه لسه خارج من ماتش ملاكمة.
الغريب انه حتى في الحياة الواقعية كارل حاسس بألم مش طبيعي. بيرجعوا اللعبة واندريا بسرعة بيحقنوا بالمصل، فكارل بيصحى مصدوم، بيفتح الخوذة تاني وبيتقيأ وهو بيقول دي مستحيل تكون لعبة. المجموعة كلها بتقرر تاخد استراحة. آرام في الوقت ده بيلاقي أسلحة جديدة، وكارل بيشرح انه حس بصدمات كأنها حقيقية، فبيقول يمكن ده برنامج تلفزيون واقعي. وزاهد بيبدأ يهلع وبيحاول يخلع البدلة بس مش عارف، فماركو بيقول يمكن ده اختبار، بس زاهد فجأة بيقترح ان دي تجربة عسكرية وماركو بيوافق وبيقول اكيد اندريا هو العميل بتاعهم. والجو بقى متوتر جدا، واندريا قرر يهرب للحمام يريح دماغه. المصيبة ان اللعبة لسه شغالة، وفجأة المجرمين اللي قتلوهم بيقوموا تاني. واحد منهم بيحاصر اندريا في الحمام، واخر لحظة قبل ما يتضرب بيلحق يقفل الخوذة، عاوز يعالج نفسه بس للأسف المصل بتاعه راح لكارل. والباقيين بيسمعوا ضرب النار، بيقفلوا الخوذ بسرعة، لكن ادوارد بيتصاب قبل ما يلحق. والمجموعة بتجري وتايلور بتحاول تطلع السلم، بس اللعبة مش سامحة لهم يكملوا قبل ما يخلصوا المستوى. والمجرمين بيفتحوا النار والكل بيدافع عن نفسه زي ما يقدر، وادوارد بيستخدم المصل بتاعه، واندريا بيزحف في الممرات وهو بينزف، لحد ما آرام بيقرر يرمي قنبلة يدوية. فجأة كل المجرمين بيطيروا في الهواء، والمستوى بينتهي بدون ولا طلقة، وآدم بياخد أعلى سكور. بس الفرحة ما بتكملش. فجأة صوت أندريا بيتسمع وهو بيطلب مساعدة، بيفتح خوذته، وفجأة عقله بيتقارب وجسمه بيتشنج كأنه بيعمل رقصة غريبة. قبل ما يوصلوا له بيكون مات. شيلي بتحاول تعمل له إنعاش بس مفيش فايدة، والصوت بيعلن إنهم ممكن يدخلوا المستوى الجاي. المجموعة بقى مش عايزة تلعب، بس لما يلاحظوا نقطة دم على الأرض بيفهموا إن الخوذة هي اللي قتلت أندريا، وبيحاولوا يخلعوها لكن مفيش أي نتيجة. زاهد بيبدأ يهلع وبيجيب طفاية حريق وهو بيصرخ، وكارل بيتطوع علشان نشوف لو ينفع يخرجها بالقوة، بس حتى بعد ما ضربوا بالطفاية كذا مرة الخوذة ما كانتش بتتحرك. وفي اللحظة دي الرقيب بيرجع للعبة وبيعدي من خلال كارل وكأنه مش موجود. بعدها بيضرب زاهد ضرب مبرح كأنه دخل على خناقة شوارع، وزاهد بيحاول يجري على السلم لكن الرقيب بيديله بالرجل بقوة، وده بيخليه يقع ورجله بتتكسر. والرقيب بيقول لهم ببرود اللي هيحاول يهرب تاني هيموت. والفريق بيحاول ينقذ زاهد، لكنهم بيكتشفوا ان الجرح في الحياة الواقعية مش في اللعبة، فالمصل مش هينفع، والكمبيوتر بيأمرهم يكملوا. فزاهد بيطلب منهم يسيبوه ويكملوا، بيحطوه ورا شوية أساس، وبعد لحظات من مشيهم زاهد بيموت بسبب النزيف. في المستوى اللي بعده ماركو بيتخانق مع المجموعة بسبب الأسلحة الجديدة، لكن في وسط الكلام عدوه بيضربه من ورا، كله بيرد عليه بالنار. تايلور بتجري تهرب وتستخبى في الحمام، وبعد تبادل إطلاق نار طويل المجموعة بتخلص على الأعداء، وشيلي بتمسك ماركو علشان تساعده. بعد ما الوضع بيهدى بيلاحظوا إن تايلور مختفية، فبيبدأوا يدوروا عليها، وهناك واحد من المجرمين بيبدأ يفتش في الاكشاك في الحمام، وشيلي بتسمع صوته فبتفتح الباب فجأة وبتطعنه قبل ما يلحق يتحرك، والمستوى بينتهي وإدوارد بياخد أعلى سكور. الفريق بياخد استراحة وبيبدأوا يتكلموا عن حياتهم، وهنا بيدركوا الحقيقة الصدمة. كلهم تقريبا مفيش حد في حياتهم، مفيش عيلة، مفيش حد ممكن يدور عليهم لو اختفوا، وده معناه إنهم اتاخدوا علشان ما حدش يسأل عنهم. يعني في احتمال كبير إنهم مش هيخرجوا من هنا أحياء تاني أبدا. المجموعة بتعدي المستوى الحالي، بس فجأة بيلاقوا الرقيب ماسك رهينة وبيضربوا، بيقول لهم إن في قنبلة تحت في البدروم، ولما فكوهاش بالسرعة هتروح عليهم كلهم، والحل الوحيد إنهم ياخدوا الكود من الراجل المسكين اللي متوصل بأجهزة الكهرباء. وإدوارد ما بيفكرش لحظة وبيبدأ يصحكوا بالكهرباء، والراجل بيعيط وبيترجاهم يسيبوه، بس مفيش فايدة. في الآخر الراجل بيقول كلمة غريبة وآدم بيكتبها على الكمبيوتر، بس المفاجأة الكلمة دي بدل ما توقف القنبلة شغلتها، ودلوقتي فاضل 30 دقيقة قبل ما المكان ينفجر. الرقيب بيضحك عليهم وبيسيبه، بس تايلور بتفقد أعصابها وبتقتله، وماركو بيبص لآرام كأنه هو اللي تسبب في الكارثة وعايز يضربه، بس لما بيضربه بإيده على الخوذة إيده بتوجعه، فبيفتحها وبيديله بوكس عدل. تايلور بتحاول تهدي ماركو وتاخد هي كمان بوكس، والدنيا بقت كأننا في حلبة مصارعة. فجأة صوت الرقيب بيزعق إنه ماسك باب الأسانسير، الكل بيجري ناحيته وبيدخل، بس الأسانسير بيقف فجأة والأبواب مش بتفتح كويس، وماركو بيشد الباب علشان يوسع المسافة والكل بيخرج. بس لما بيجي دور آدم ماركو بيقول له أنت وحظك، وبيسيب الباب يتقفل عليه وبياخدوا بعض في رحلة مجهولة. وفي الطابق الثالث ماركو وآرام بيلاقوا طيارة هليكوبتر محطمة،
وبيبدأوا يتحركوا. ماركو بيجر آدم يمشي الأول كأنه درع بشري. آدم بيقتل واحد من المجرمين بس للأسف بيخلص من الذخيرة، وماركو بكل برود بيرميه قدام المجرمين، وآدم بيتصفى بسرعة وماركو بينفصل عنه وبيكمل لوحده. وفي الطابق الرابع باقي الفريق بيلاقي شوية أسلحة، وفجأة واحد من المجرمين بيرمي قنبلة دخان. كارل بيدخل في حالة هلع لأنه عنده مشاكل مع الدخان، وشيلي بتحاول تهديه وفعلا بتنجح. المجموعة وصلت للدور الأول، الذخيرة قربت تخلص وتايلور بتلاقي حقنة مصل، بس ماركو بيطلع لها من الضلمة وبيطلبها، ولما بترفض بيخلص عليها بدون تفاهم. لما كارل بيجي يدور عليها ماركو بيمثل إنه في خطر وبيخليه يشوف جثتها، بس تايلور كانت كاتبة اسم ماركو بدمها. كارل بيفتح الخوذة وبيهجم على ماركو وبيديله كام بوكس محترم قبل ما ماركو يزقه في الحيطة وبيبدأ يتفنن فيه. كارل بياخد طفاية حريق وبيديله واحدة على دماغه، بس ماركو بيرد برجل. في اللحظة اللي كان هيقتله فيها الرقيب بيظهر وبيبدأ في تربية ماركو، فعلا بيخنقه لحد ما يودعه. ودلوقتي فاضل 3 لاعبين و7 دقايق على الانفجار يوصلوا للبدروم. الصوت بيقول لهم ده المستوى الأخير، كل واحد ياخد سلاح وبيدخلوا في معركة. المجرمين بيكتروا وكارل بيرمي قنبلة يدوية لتنظيف المنطقة. فجأة واحد من المجرمين بيطلع من عربية صغيرة وبيخلص على كارل. شيلي بتحاول تتحرك بس بتتصاب هي كمان. كارل وهو بيموت بيعالج شيلي وبيقول لها كملي وكسبينا. ادوارد بيجيب بازوكا وبيدمر آخر واحد من المجرمين وبيروح يوقف القنبلة قبل ما تعدي ثانية واحدة من النهاية. الرقيب بيظهر يبارك لهم، بس ادوارد بيكتشف انه كان العميل السري من الاول. وفجأة ناس ببدل سودا بيدخلوا يحقنوا شيلي وتبدأ عملية مسح كل حاجة. شيلي بتصحى تاني يوم في هدومها العادية، بتلاقي ادوارد في بدلة شيك بيدير العملية، بيديلها شنطة فلوس، بس لما بتهدده انها هتروح للشرطة بيضحك وبيقول لها ومين هيصدقك. بيحاول واحد يخدرها تاني بس بتقلبها عليه وبتسرق مسدسه وبتطفي كل الانوار في الجراج، ورجالة ادوارد بيجروا وراها، بس بعد الخبرة اللي اكتسبتها بتخلص عليهم كلهم بسهولة. لما بتوصل لبره ادوارد بيتوسل اليها بس من غير تفكير بتخلص عليه وبتمشي بدون ما تاخد الفلوس. وبينتهي فيلمنا هنا، سلام.